بنقدمها ولو مره واحده بس في الاسبوع. صدقني مش هتحتاج لاي ادويه ولا تحتاج لاي تحصينات، تحسن من عمليه الانتاج عندك، هتزيد من وزن الزغاليل وهتزيد من وزن الحمام بتاعنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة في الفيديو بتاعنا طالعين نقدم منتج او مكون طبيعي 100% للحمام بتاعنا، هيعالج كل الامراض اذا كانت امراض بكتيرية وامراض فيروسية اللي هي بتبقى منتشرة في فصل الشتاء. لازم اهتم بالمكون ده، زي كمان ان هو هيخلي حمامك فعلا يبيض على الزغاليل، هيبقى عندك فعلا مزرعه زغاليل. نشوف الفيديو ونشوف المكون اللي احنا طالعين نقدمه للحمام بتاعنا، ونشوف الفوائد العظيمه بتاعته وطريقه تحضيره ان شاء الله. يلا بينا نشوف الفيديو كده مع بعض. المكون اللي هتكلم عليه النهارده اللي هو الكركم اللي احنا بنشتريه، الكركم الاصفر يا جماعه. ده مهم جدا جدا في علاجات كتيره جدا للحمام بتاعنا، وهنتكلم على الفوائد بتاعتها ان شاء الله، اللي هي تعتبر من اهم الحاجات اللي انا بستخدمها عشان احافظ على الحمام بتاعنا في الفتره اللي احنا فيها دي، وما يجيلوش لا امراض روشه ولا سالمونيلا ولا الحاجات اللي احنا كلنا بنبدا نشتكي منها. لو قدمته ان شاء الله مره واحده بس في الاسبوع، صدقني هتحصن حمامك من جميع الامراض اللي انا بتكلم عليها. ومن اهم فوائد الكركم يا جماعه ان هو بيعمل على حل جميع مشاكل الهضم، اللي هو تحجر الحويصله سواء عند الزغاليل او عند الاسوس الكبيره. مفيش تصريف طبعا في الطعام، فده ممكن يسبب عندنا امراض كتيره جدا، انسداد الفتحه اللي هي ما بين الحويصله وما بين فتحه المعده، فبالتالي بيقدم نوع من البكتيريا داخل الامعاء، وده طبعا بيضر الحمام بتاعنا. يعتبر من اهم المنشطات الكبديه اللي انا ممكن استخدمها اللي هو هلاقيها في الكركم. يحارب جميع انواع الديدان والطفيليات الموجوده بامعاء الحمام بشكل جيد، ان هو بيعمل على قتل الديدان والطفيليات سواء بكتيريا ضاره او بكتيريا نافعه داخل معده فرد الحمام بتاعنا. وزي ما قلنا كده في فيديوهات برضو كتيره جدا ان الديدان العامل الاساسي في قله الانتاج، فلو احنا قضينا على الديدان صدقني هتلاقي انتاج. منشط قوي جدا للدوره الدمويه، ودي اهم حاجه طبعا بحتاجها عشان لو لا قدر الله الحمام بتاعنا اتصاب بفيروس النيوكاسل، فطبعا بيحصل زي تجلطات في الدم، تجلطات الرقبه ده اللي بيعمل التواء في الرقبه، فبالتالي طبعا لو احنا بنستخدم الكركم ان شاء الله هيحصل تنشيط في الدوره الدمويه باستمرار. الكركم كمان من اهم فوائده ان هو بيقلل نسبة الدهون ويساعد في علاج مشاكل التشحم في الجسم، ودي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لزيادة الانتاج. لو احنا اتكلمنا على تشحم الدهون اللي هو بيبقى في الجسم، فبالتالي بيحصل تشحم دهون برضو على المبيض بتاع الاناث، فده بيقلل من العملية الانتاجية. فلازم ان انا ازيل جميع الدهون نتيجة الكلفة اللي هي مليئة بالبروتين اللي هو زيادة عن اللازم، او نتيجة الدهون اللي هي بتبقى متواجدة في الذرة الصفراء، خاصة لو احنا بنستخدم نوع من الاعلاف برضو بيحصل زي عملية دهون او تليس على المبيض، فده بيقلل فعلا من عملية الدهون او بيشيلها تماما. منقي للدم ومفيد في منع تجلط الدم اللي انا لسه متكلم عليها. تجلطات الدم بيعمل زي عمليه سيوله دايما في الدم، مش هيحصل اي تجلطات نتيجه الفيروس اللي انا اتكلمت عليه اللي هو النيوكاسل اللي هو بيعمل زي الروشه عند الحمام. رافع جيد لجهاز المناعه، ودي اهم حاجه ان انا بحتاج الحمام بتاعنا يكون مناعته قويه عشان يعمل كحائط صد اذا كانت من الامراض الفيروسيه او الامراض البكتيريه اللي هي طبعا الروشه والسالمونيلا. لو انا الحمام بتاعي مناعته كويسه صدقني مش هيجيله اي امراض من الامراض اللي هي بتبقى منتشره سواء في الصيف او في الشتاء. مضاد قوي جدا للسموم ولدغات الحشرات، اللي انا بدور برضو على مضادات السموم اللي هي البيطري، دي طبعا بيكون ثمنها غالي جدا، فمش هلاقيها احسن من الكركم او احسن من الاعشاب اللي احنا بنلاقي فيها النسبه اللي هي بتاعه مضاد السموم ولدغات الحشرات اللي احنا كلنا بنشتكي منها اللي هي بتسبب الجدري. علاج فعال وقوي جدا لاصابات البرد اللي هي بتبقى متواجده خلال اليومين دول نتيجه انخفاض درجات الحراره، تغير حالات الجو، غبار الريش اللي هو بيبقى متواجد نظرا لفترات القلش، ده بيسبب زي امراض تنفسيه، امراض البرد عليها تماما، ويعتبر علاج فعال فعلا في علاج حالات البرد. مفيد جدا في علاج حالات الاسهال المزمنه، لان لو الحمام بتاعنا فيه حالات اسهال فده بيعالج فعلا حالات الاسهال اللي هي مزمنه، اللي هي طبعا بعد كده بتقلب معانا بسالمونيلا، بتقلب معانا بهزه، اي نوع من انواع الاسهالات ده برضو خطير جدا على الحمام بتاعنا. فلازم ان احنا نستخدم الكركم ده ولو مره واحده بس في الاسبوع زي ما انا اتكلمت. يعتبر الكركم واحد من اقوى واهم مضادات الاكسده الطبيعيه، طارد قوي جدا للسموم، قاتل للبكتيريا اذا كانت بكتيريا نافعه او بكتيريا ضاره اللي هي طبعا بتبقى مسببه في مرض السالمونيلا. يقي الحمام من بعض انواع السرطانات، ومنشط قوي جدا للكبد، ويعتبر فعلا من اهم منشطات الكبد اللي انا بحتاجها للحمام بتاعنا. لو الكبد بتاع الحمام بتاعنا فيه حاله
من الخمول. حالة كشاشان بالنسبة للحمام بتاعنا بيكون ده سببها ان الكبد فيه حالة من حالات الخمول، فلازم اعمل على تنشيط الكبد، فبقدم الكركم زي ما اتكلمنا كده، ولو مرة واحدة بس في الاسبوع. هنتكلم بقى على طريقة تحضير الكركم. طريقة تحضيره زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، معلقة صغيرة على كل لتر مية بقلبها وببدأ امسق بيها للحمام بتاعي، او ممكن ان انا احطها برضو على الكلفة معلقة كبيرة كده على كل 5 كيلو كلفة، واعفر بيها الكلفة بتاعتي بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، وابدأ اقلب الكلفة واقدمها للحمام بتاعنا. كده دي فوائد الكركم اللي احنا قدمناها مع بعض يا جماعه، ودي كل العناصر المهمه اللي انا ممكن استخدمها فعلا للحمام بتاعنا، ويعتبر الكركم فعلا من اهم الاعشاب اللي انا بقدمها للحمام بتاعي. ولكن هتكلم على حاجه مهمه جدا، اللي هي لازم ان انا اقدم بعد الكركم على طول مباشره تاني يوم لازم اقدم جرعات الخميره، سواء خميره بيطري او خميره بشري، او سواء الخميره اللي هي من عند الفران. لازم طبعا اقدم الخميره عشان انشط البكتيريا النافعه، خاصه اللي هي بيقتلها الكركم. احنا قلنا الكركم ان هو قاتل قوي جدا لانواع البكتيريا، اللي هي طبعا البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره. لازم ان انا اشغل البكتيريا النافعه، ودي حاجه مهمه جدا لازم تكون موجوده داخل الامعاء، عشان طبعا ما يحصلش مرض مباشره بعد تقديم الكركم. لازم ان انا اقدم الخميره زي ما اتكلمنا كده يوم واحد، وبعد كده ان شاء الله بيحصل تنشيط للبكتيريا النافعه. لازم ان احنا نستخدمه لو مرة واحدة بس في الاسبوع، وشوف الخير هيبقى عندك عامل ازاي. اسف جدا على الاطالة في الفيديو، يا رب كده اكون قدرت اقدم مادة مفيدة لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهاية الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناة، ويا ريت نفعل زر الجرس لتصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.